في لحظة بتحصل فجأة لما تكون قاعد وسط الناس، بتضحك بتتكلم، كل حاجة ماشية طبيعي، وفجأة من غير أي سبب تحس إنك بره نفسك، كأنك بتتفرج على نسخة منك من كاميرا بتصور من فوق، وبتسأل نفسك هو أنا فعلا اللي موجود دلوقت ولا ده مجرد دور أنا رسمه؟ طب ليه أنا بتكلم كده؟ هل ده فعلا الكلام اللي أنا عاوز أقوله؟ ليه لما بتكلم مع حد مهم صوتي بيتغير، ولما أكون لوحدي ببقى شخص تاني تماما؟ يمكن عمرك ما قلت ده بصوت عالي، بس دايما حاسس بيه، إنك مش نسخة واحدة، وإن في وشوش كتير لبستها في حياتك، وفي وش حقيقي يمكن ما شفتوش من سنين. النهاردة مش هقولك مين انت، بس هساعدك تعرف قد ايه انت بقيت القناع، وانت بالظبط نسيت تقلعه. في مثل ياباني قديم ممكن اختصر لك بالحلقة، بيقول ان الانسان عنده 3 وشوش. الوش الاول بتوريه للعالم، والوش التاني بتوريه لأهلك وصحابك، والوش التالت عمرك ما بتوريه لحد. هو ده وشك الحقيقي. من يونج التيك توك، يعني ايه قناع؟ كارل يونج واحد من اهم علماء النفس في القرن العشرين، كان شايف ان كل واحد فينا بيمشي في الحياة وهو لابس حاجة اسمها بيرسونا، كلمة لاتينية معناها القناع، بس مش قناع معمول من ورق او بلاستيك. القناع هنا بيكون مكون من التصرفات اللي المجتمع بيحب يشوفها، الكلام اللي المفروض نقوله، والمشاعر اللي لازم نخبيها. يونج ما كانش بيقول ان ده نفاق، كان بيقول ان ده ضرورة. عشان نعيش وسط الناس لازم نمثل دور معين، لازم نكون مؤيدين، ناجحين، اجتماعيين، على حسب الدور المطلوب. تخيل نفسك كأنك داخل مسرحية. في البيت بيبقى ليك دور، في الشغل ليك دور تاني تماما، على السوشيال ميديا ايوه دور تالت خالص، ويمكن احسنهم تمثيلا. الفرق بين الدور الاجتماعي والقناع بسيط، الدور انت بتلعبه، بينما القناع هو الدور اللي انت نسيت انك بتمثله، بيلزق في وشك وبينسيك انك مش انت. الناس غالبا بتغير سلوكها حسب السياق الاجتماعي، وده اسمه التمثيل الاجتماعي. يعني مش بس بتتغير، انت بتعيد برمجتك بالكامل حسب المكان والناس اللي حواليك. بس فين الخط الأحمر؟ الخط الأحمر هو اللحظة اللي بتخلط فيها بين نفسك والدور اللي انت بتلعبه. في زمن زي ده، زمن الصور والفلاتر والفيديوهات اللي بتتمنتج علشان تهيئ حياتك على مزاج الجمهور، بقى من الطبيعي جدا ان وشك الحقيقي يضيع وسط كل الأقنعة اللي لبستها بس ما شلتهاش. عندك كام قناع؟ خليك صادق مع نفسك شوية. انت بتتكلم ازاي في الشغل مثلا، في مكان عام؟ صوتك بيطلع من حنجرتك ولا من احساسك؟ بتضحك نفس الضحكة اللي بتضحكها مع اصحابك، ولا الضحكة دي كمان ليها نسخة مهنية محترمة محسوبة؟ طب في البيت مع اهلك بتظهر ضعفك، ولا بتلعب دور الابن اللي كويس دايما، ولا بتفكر بصوت عالي بتقول لهم انت بتفكر في ايه، ولا بتحبس جواك كل الافكار اللي ما ينفعش تتقال؟ مع اصحابك هل انت حقيقي، ولا انت النسخة اللي عرفت تمشي وسطهم من غير ما تبان غريب، اللي اتعلم يحكي حاجات معينة ويسيب حاجات تانية عشان محدش يستغربه؟ ده بيبقى انسان غريب. بينما على الانترنت، خليني اسألك السؤال اللي يمكن عمرك ما واجهت نفسك بيه، البروفايل بتاعك شبهك فعلا، ولا ممكن نعتبره اعلان لشخص نفسك تكونه، او على الاقل نفسك الناس تصدق انك هو؟ كل مكان فيه نسخة منك حرفيا، صوت مختلف، طريقة كلام، ضحكة، حركة جسم، كلهم انت اكيد، بس ولا واحد فيهم هو كلك. وده مش غلط، لاننا بنتكون من أقنعة
بس the real question، السؤال الحقيقي اللي محتاج تواجهه هو امتى اخر مرة كنت فيها طبيعي؟ وايه يعني طبيعي اصلا؟ هل الطبيعي هو انك تتصرف من غير ما تفكر، ولا انك تقول اللي في بالك حتى لو الناس مش هتفهمه، ولا الطبيعي بقى رفاهية في عالم كله تمثيل؟ القناع مش دايم، بس بيتشعبط فيك. المشكلة مش انك لابس قناع، المشكلة انك نسيته على وشك وبقيت تنسى شكلك الحقيقي. في ناس بتلبس قناع القوي عشان الناس ما تجرحهمش، يقعدوا سنين يتكلموا بثقة ويتحكموا في المواقف ويتعاملوا كأنهم دايما فاهمين وواصلين، بس جواهم طفل صغير مرعوب من الرفض وبيتمنى حد يشوفه من غير ما يحاكمه. في ناس لبست قناع المتفائل اللي بيهزر دايما ويكسر التوتر بالضحك ويتعامل كأن الحياة سهلة ومفيش حاجة بتفرق معاه، بس الحقيقة كل ما بيضحك بيخبي اكتئاب عمره ما اتشاف. ومع الوقت القناع بيقفل على وشك بيبدأ ينسى تعبيره الطبيعي. مشاعرك بتبقى مربوطة بالدور اللي بتلعبه مش بالحقيقة اللي جواك. ومناسبة وانا استدعيت حاجة يعني في دماغي، ان كان فيها مش فاكر قريتها فين بس هي منطقية، ان الانسان ملامح شكله بتتشكل على حسب تعابيره. يعني لو في حد مثلا دايما واخد رياكشن ان هو متضايق، فوشه بيبقى دايما مرسوم بطريقة يعني متشكل بطريقة معينة، فبالتالي بيؤدي ان وشه ده مع الوقت بسبب ان هو دايما واخد نفس الرياكشن بنسبة كبيرة فبقت روحه فيه، فترسم حرفيا عضلات وشه اترسمت على الشكل. anyway نكمل. ومع الوقت القناع بيقفل على وشك بيبدأ ينسى تعبيره الطبيعي. مشاعرك بتبقى مربوطة بالدور اللي بتلعبه مش بالحقيقة اللي جواك. الطب النفسي بيشوف ده في الناس اللي بيحصل ليهم انهيارات مفاجئة. ناس كانت ماشية تمام وفجأة بتنهار، مش لأنهم ضعاف، لكن لأنهم كانوا عايشين جوه قناع ضاغط فترة أطول من طاقته مقدرش يتحملها. في حاجة اسمها الاحتراق النفسي الناتج من التمثيل المستمر. ممكن تكون دايما بتحاول تدور على نفسك، بتقول أنا عايز أكون على طبيعتي، بس لحظة، يعني إيه طبيعتك أساسا؟ فيلسوف زي نيتشه كان شايف إن مفيش حاجة اسمها ذات أصلية. كان بيقول إننا بنتكون من أصوات كتيرة، كل صوت منهم بيشدك في اتجاه. مفيش أنا واحدة، في 1000 أنا حرفيا. إنسان محكوم عليه بالحرية. يعني أنت مش مولود بشخصية جاهزة، أنت بتبني نفسك كل لحظة، وكل اختيار بتختاره بيخلق أنت جديد. بس مفيش حاجة مرعبة في الكلام ده. لو مفيش أنا أصلية وكل حاجة فيك ناتجة عن ضغط أو خوف أو رغبة في القبول، يبقى فين حقيقتك؟ يمكن الحقيقة مش جوه وشك، يمكن مفيش نسخة أصلية أساسا مستنية تطلع، يمكن أنت هو اللي بتختار تكونه كل يوم عادي. السؤال مش أنا مين، السؤال بقى أنا عايز أكون مين. وساعتها بتبدأ الرحلة الحقيقية، مش إنك تخلع القناع أو إنك تبني وش جديد. بيكون بإرادتك مش بملاءات الناس، عادي. قناعتك، قوتك، حقيقتك. القناع مش دايما شيء سيء، أوقات بيحميك، بيخليك تتعامل وسط عالم بياكل العريان، عالم ما يعرفش يرحم الضعيف. لكن المشكلة مش في القناع نفسه، المشكلة إنك تنسى القناع. لما تبدأ تصدق الدور اللي بتلعبه، صدقني بتخسر نفسك، لأنك هتبقى دايما بتخلق حاجة مش جواك، هتبقى متكره. لازم تسأل نفسك سؤال بسيط، صدقني الأسئلة حلوة. هل أنا لسه بعرف أعيش من غير ما أمثل؟ لأنك لو نسيت إزاي يبقى لازم تبدأ من جديد. إن أنت تقلع القناع ده شيء
ممكن ما يكونش لطيف، ممكن يخليك تواجه حاجة انت مش عايز تشوفها. بس لازم تعرف حاجة، اللي بيبني حياته على الإقناع عمره ما هيشوف نفسه، واللي مش شايف نفسه عمره ما هيعرف يحتل العالم. ونكمل كلامنا في مرة تانية.